هو مجرد رئيس لا يملك البلد، لم يصدر أي قرار لهذه القوات التي لا تعنيه بالقتل. لا يصدق الأمم المتحدة، هي لعبة نلعبها وهذا لا يعني أننا نصدقها. أنا لا أملك البلد، أنا رئيس. هذا ما قاله. لو كان التصريح مكتوبا لربما كان جاز القول بأنه محرف، ولكن كلنا سمعنا بأذنينا ما قاله بالحرف. قال أنا لا أملك البلد، أنا رئيس. وعندما سئل حتى أين يعتقل، عندما سئل عن اعتقال الأطفال قال وير، يعني أين بالإنجليزية. عندما سئل عن قشوش الذي عندما حاول أن يغني مطالبا بإسقاطه انتزعت حنجرته قال لم أسمع به في حياتي. عندما سئل عن رسام كاريكاتير الذي ضرب قال أنا لا أعرف. هذا لم يحرف، هذا ما قاله مترجم من الإنجليزية، ويمكنك أن تعود إلى المقابلة نفسها باللغة الإنجليزية إن كنت لا تصدق ما نقوله. الدستور رأس الدولة رئيس جمهورية منتخب تشمل سلطاته تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. عندما يقول ليست القوات تابعة لي إنما تابعة الحكومة وهو من يعين هذه الحكومة، أليس هذا تنصلا من المسؤولية بحسب الدستور السوري نفسه؟ باربرا وولترز للرئيس الأسد إن كان يشعر بالذنب لصور القتلى أو لمن سقط من قتلى بغض النظر عن الأعداد ابتسم وقال لا، هو رأس الدولة، وبغض النظر من قتل من، بغض النظر عن هوية الضحية، بالنهاية قتيل سوري. هل يمكن فهم أو تبرير أنه لا يشعر بالذنب برأيي على المقاطعة؟ ولكن عندما تكون في موقع مسؤول رأس الدولة، عندما يبذل قصارى جهده حتى ولو كانت نواياه صافية وبذل قصارى جهده ورغم ذلك سقط قتلى، إذا على الأقل هو فشل في قصارى جهده هذا، وإن لم يكن مسؤولا عن القتل فهو على الأقل مسؤولا في منع القتل، وبالتالي هنا يأتي شعور الذنب سواء كان قاتلا أم فاشلا. وقالت له المذيعة إن سوريا عضو في الأمم المتحدة ولديها سفير هناك، قال هذه لعبة نلعبها. أيضا على هذه القاعدة لعبة نلعبها، وهذا لا يعني أن نصدقها. هذه القاعدة أيضا مطبقة على التعاطي السوري الرسمي مع المبادرة العربية وجهود الجامعة العربية لحل الأزمة، لعبة نلعبها.